واحد بعت لي رسالة بيقول لي فيها كل حاجة نحملها على النادي الأهلي، وكل حاجة بتحصل في الرياضة المصرية سببها النادي الأهلي، وكل حاجة في العالم بتحصل سببها النادي الأهلي. دي شماعة نادي الزمالك اللي بيحطها إن النادي الأهلي السبب، وجمهور نادي الزمالك طالع نفس القصة. يعني جمهور نادي الزمالك طالع نفس القصة، بيحمل الكلام على النادي الأهلي وإن هو السبب في كل حاجة. طب بناء على إيه؟ الراجل بعت لي رسالة بيقول لي فيها إيه؟ بيقول لي ما تتكلم على خيبة المنتخب والاتحاد المصري اللي جميع منتخبات العالم لعبت مباريات ودية ما عدا منتخب مصر علشان خاطر الننوس. علشان خاطر الننوس. طب يا عم علشان خاطر الننوس، الله يرضى عليك. الاتحاد بتاع الفيفا مش بعت رسالة للاتحاد المصري بيقول له اللعيبة اللي هتبقى موجودة في كأس العالم مستثناة من المنتخبات؟ ما وصلتش الرسالة دي من الفيفا للاتحاد المصري؟ وأبو ريدة وصى حسام حسن ما ياخدش لعيبة النادي الأهلي؟ دي ما كانتش بقرار من الفيفا؟ يعني مش من الاتحاد المصري ولا من النادي الاهلي، يعني ده غصب عنه واجبار. هدي وحطها على جنب. طيب تمام، مش قال له حسام حسن بعد كده انت في مباراتين وديه العبهم زي ما انت عايز باللعيبه اللي هتختارها، ايا كانت اللعيبه اللي هتختارها؟ ان شاء الله تاخد فرقه بيراميدز بالكامل، خد بقيه اللعيبه من بقيه الانديه المصريه، ما عدا ان انت هتاخد محمد صلاح ده في الاجازه. طب محمد صلاح في الاجازه واستثناه وقال لك مش هيلعب مع منتخب مصر. طيب ومصطفى محمد وقال لك برضه في الاجازه ومستثناه من منتخب مصر. يعني ابو ريده بيقول له حسام حسن جمع اللي انت عايزه من الانديه والعب المباراتين اللي احنا هنختارهم او الفرقتين اللي احنا هنلعبهم براحتك بالناس اللي انت هتجمعها. مش ده اللي حصل؟ بناء عليه الموضوع خلص وانتهى. طلع لنا في المقدر الجديد التعاون المشترك، خد ودي وبشكل ودي وانا تابع ليك يا معلم في اللي انت هتعمله. بيراميدز والزمالك، مباراة بيراميدز والزمالك كانت هتبقى يوم كام؟ المباراة بتاعتهم بتاعت كاس مصر، واتأجلت لكام؟ علشان خاطر يمنعوا زيزو ان هو يروح نادي الاهلي او يسافر مع بعثة النادي الاهلي لكاس العالم. مش اتأجلت ليوم 5/6؟ اتأجلت ليوم 5/6، وكان الكلام من الاتحاد المصري ان هو موافق على التأجيل. حصل ولا ما حصلش؟ وتأجل له المباراة. ايه اللي حصل؟ 5/6 مش من ضمن الأجندة الدولية للمباريات الودية اللي هتتعمل، اللي هي كانت هتبقى من 2 ل10/6؟ طيب 5/6 دي مش كانت وسط الأجندة الدولية اللي أجل لها نادي بيراميدز والزمالك كأس مصر؟ كان ايه؟ كان المنتخب هيلعب مع مين؟ أو هيلعب بمين؟ لما الزمالك مش هيرضى يسيب اللعيبه الدوليه بتاعته لو كانت دخلت المنتخب، ونادي بيراميدز هيقول لك برضه مش هسيب اللعيبه بتاعت الدوليه اللي هتخش المنتخب. يعني لا الزمالك هيسيب اللعيبه بتاعته علشان يلعب مباراه الكاس، ولا بيراميدز هيسيب اللعيبه بتاعته علشان خاطر هيلعبوا الكاس. سبب التاجيل في ان زيزو ما يروحش النادي الاهلي، وكمان اللعيبه ما تسيبش لا نادي الزمالك ولا نادي بيراميدز. ادردي على الزملكاوي اللي هو بيقول ان النادي الاهلي هو سبب ان المنتخب المصري ما لعبش مبارياته. الليله كلها تربيط وتظبيط. طب وهو هاني ابو ريده ده محسوب على مين؟ على النادي الاهلي ولا محسوب على نادي الزمالك؟ مش على نادي الزمالك. انتهت الليله، خلصت الليله على كده. رديت على الرد بتاعك علشان خاطر برضه الاستاذ فتحي سند طالع بنفس الكلام. يعني حتى الاستاذ فتحي سند طالع وبيردد نفس الكلام ده هو الرد على الاستاذ فتحي سند والرد على الزملكاوي اللي طالب ان انا اطلع اتكلم في الموضوع